بسم الله واذكروا الله وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. حي الله جماهير العالمي، حي الله عشاق النصر. هنا شبكة النصر 24، صوت الحقيقة والدفاع عن الكيان بدون مجاملة ولا خوف إلا من الله. قناتكم انوجدت عشان النصر وعشان نوقف ضد أي ظلم ونقول الحق مثل ما هو. دعمكم يفرق، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتسبوا معنا عشان نطور المحتوى ونقوي صوت العالمي. النصر كبير بجماهيره ومعكم نكمل المشوار. يا ناصر، بعد الخماسية في شباك النجمة واضح أن الأجواء في معسكر النصر مختلفة تماماً، لكن أكثر شيء شدني كلام خورخي خيسوس للاعبين بعد المباراة. قال لهم بالحرف تقريباً أن الصدارة المؤقتة ما تعني شيء إذا ما تثبت بالأداء والاستمرارية. وهذا الكلام هو الزبدة يا تركي. صحيح أن النصر فاز 5-0 في الجولة العاشرة المؤجلة وخطف الصدارة مؤقتاً، لكن المدرب يبغى يزرع عقلية البطل. ما فيه طيران بالفرحة، فيه تركيز على الجولات الجاية. وشوف شغلة في التمارين، الخميس عطى الأساسيين اللي لعبوا قدام النجمة تدريبات استرجاعية واستشفائية في دار النصر، بينما البدلاء اشتغلوا لياقي ومناورة فنية، تجهيز مبكر لمواجهة الفيحاء السبت، وهذا يدل إنه يفكر لقدام. غير كذا الدفاع صار قصة مختلفة هذا الموسم، 7 مباريات متتالية كلين شيت، رقم قوي جدا ويعكس انضباط تكتيكي واضح. وخلنا نكون صريحين، عودة الثقة في الحارس البرازيلي بينتو كانت نقطة تحول. أكيد بعد الأخطاء اللي صارت من نواف العقيدي قدام القادسية والهلال، خيسوس رجع اعتمد على بينتو والرجال أثبت نفسه، الجماهير رجعت تثق فيه والدفاع قدامه صار أكثر هدوء وصلابة. وبرضو ما ننسى إنيغو مارتينيز، المدافع الإسباني سجل هدفين مؤثرين قدام النجمة وأخذ جائزة أفضل لاعب في المباراة لأول مرة بقميص النصر. وجوده في الكرات الثابتة يعطيك سلاح إضافي غير متوقع. وطبعاً القائد كريستيانو رونالدو سجل الهدف رقم 965 في مسيرته. الرقم هذا الحالة فيلم، قاعد يطارد الهدف الألف وكل مباراة يحط بصمته وكأنه في بداية مشواره مو في نهايته. اللي عجبني أكثر إن خيسوس في الشوط الثاني أراح رونالدو وماني وشو فيليكس وبروزوفيتش وكومان، خطوة ذكية عشان يحافظ على جاهزيتهم، خاصة مع ضغط المباريات ومشاركة الفريق في بطولة آسيا 2. واضح أن المدرب يدير الجهد بطريقة احترافية، يدور بين العناصر، يعطي الأساسيين راحة ويشرك المحليين والبدلاء في آسيا. يبي الفريق يوصل للمرحلة الحاسمة وهو بأعلى جاهزية. وعلى منصة أكس شفنا التفاعل الكبير، وسم النصر يتصدر تصدر لساعات والجمهور مبسوط بالأداء الهجومي والخماسية النظيفة. الرسالة واضحة لبقية المنافسين إن العالمي حاضر بقوة. وعندنا خبر ثاني يفرح النصراويين، سعد الناصر رجع للتدريبات الجماعية بعد ما تعافى من الإصابة. الإعلامي علي العنزي أكد مشاركته في المران وجاهزيته الكاملة. عودة مهمة جدا، اللاعب خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف وأخذ الضوء الأخضر من الجهاز الطبي، شارك في الفقرات البدنية والتكتيكية بدون أي آلام، وهذا يدل أن التأهيل كان ناجح. وجوده يعطي خيسوس خيالات أوسع، سواء يبدأ فيه أو يكون ورقة رابحة من الدكة، ومع ضغط المباريات كل لاعق جاهز يعتبر مكسب. المرحلة الجاية ما فيها تهاون، الصدارة حالياً مؤقتة، لكن لو استمر الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية ومع إدارة ذكية للجهد، النصر يقدر يحولها لصدارة دائمة. الخلاصة يا ناصر، الفريق يمشي بخطوات ثابتة، المدرب واعي، النجوم في قمة عطائهم، والمصابين قاعدين يرجعون. السؤال الآن، هل يقدر العالم يحافظ على النسق هذا ويحسم اللقب مع نهاية الموسم؟ إذا استمر الشغل بنفس العقلية، ليش لا؟ الموسم ما خلص، لكن المؤشرات تقول. يا ناصر، خلينا ننتقل للحارس اللي قلب الموازين هذا الموسم. بنتو قاعد يسوي شيء استثنائي مع النصر، 8 مباريات متتالية بشباك نظيفة، رقم قوي جدا، والأجمل إنه أول مرة يحقق هالإنجاز في مسيرته الاحترافية. والله يستاهل الكلام كله يا تركي. حسب إحصائيات سوفا سكور طلع كلين شيت قدام التعاون، الخلود، الرياض، الاتحاد، أركاداغ، الفتح، الحزم وآخرهم النجمة. ثبات مستوى واضح وتركيز عالي مباراة بعد مباراة. وهذا التألق جاء بعد فترة كان فيها قريب من الرحيل، لكن خيسوس جدد الثقة فيه، والنتيجة نشوفها اليوم، دفاع متماسك وحارس واثق و8 مباريات بدون ما تحتز الشباك، هذه ما تجي صدفة. وآخر عرض قدام النجمة كان رسالة قوية، النصر اكتسح ب5 أهداف نظيفة في الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن، ورفع رصيده ل58 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي. يعني الفريق مو بس يدافع صح، كمان يسجل بكثافة. التوازن هذا هو اللي يخلي الفريق مرعب،
دفاع صلب وهجوم فعال، ولما يكون عندك حارس في فورمة مثل بنتو، اللاعبين قدامه يلعبون براحة أكبر وثقة أعلى. طيب خلنا نروح لملف ثاني ما يهدأ أبداً، كريستيانو رونالدو. اسمه رجع يتردد في إنجلترا، تحديداً مع تشيلسي. إيه، التقارير تقول إن تشيلسي يراقب وضعه، لكن بصراحة الموضوع صعب جداً. راتبه العالي مع النصر يعتبر أكبر عائق، وحتى ميك براون كبير كشاف في مانشستر يونايتد السابق قال إن العودة للدوري الإنجليزي مستبعدة إلا إذا صار تخفيض كبير في الراتب. وأصلاً رونالدو بنفسه أكد التزامه مع النصر ورجع يشارك بشكل طبيعي. واضح إن تركيزه حالياً هنا، خصوصاً إنه قاعد يطارد حلم الهدف الألف. وصل ل 965 هدف رسمي، وباقي له 35 هدف بس على الرقم التاريخي. تخيل لاعب في هالعمر ولسه يطارد إنجاز غير مسبوق بهالشهية، وهذا اللي يخلي أي إشاعة انتقال ما تأثر على مستواه. داخل الملعب يقدم أرقام ويسجل ويقود الفريق للصدارة. التركيز كامل على البطولات وتحقيق أرقام جديدة. الخلاصة يا ناثر، بنتو يعزز الجدار الدفاعي والهجوم يضرب بقوة، ورونالدو يكتب فصل جديد في مسيرته. الفريق متصدر والأجواء إيجابية، والتحدي الحقيقي الآن هو الاستمرارية. إذا حافظ النصر على الصلابة الدفاعية وتألق النجوم، الصدارة المؤقتة ممكن تتحول لواقع. يا ناصر، خلينا نروح لكلام مهم جدا من تركي الغامدي. الرجل قالها بصراحة: إذا النصر يبغى يحقق دوري روشن هذا الموسم، فيه شرط واحد أساسي. سمعته في برنامج المنتصف، قال إن المفتاح الحقيقي هو الجولات ال5 الجاية. لازم النصر يجمع أكبر عدد ممكن من النقاط قبل ما يدخل في مواجهات ثقيلة ممكن يفقد فيها نقاط. وهذا الكلام منطقي جدا. صحيح الفريق متصدر ب58 نقطة من 19 انتصار وتعادل و3 خسائر، وبفارق نقطتين عن الأهلي و3 عن الهلال، لكن الصدارة للحين ما تحسم شيء. بالضبط. الغامدي شدد إن الحديث عن حسم اللقب بدري خطأ كبير. المنافسة مفتوحة، وأي تعثر بسيط ممكن يقلب الطاولة. المرحلة الجاية تحتاج تركيز عالي جدا، خاصة أن الفريق تحسن دفاعيا وصار فيه استقرار فني واضح. التحسن الدفاعي هذا واضح بالأرقام، وثبات التشكيلة أعطى اللاعبين انسجام أكبر، لكن الاختبار الحقيقي هو الاستمرارية. هل يقدر النصر يحافظ على النسق نفسه في ضغط المباريات؟ وهنا يجي دور خيسوس. شفنا أمس كيف استعان ب7 لاعبين من فريق تحت 21 سنة في التدريبات الجماعية: مبارك البوعينين، عبد الرحمن العتيبي، حيدر عبد الكريم، راكان الغامدي، سعد حقوي، عبد الملك الجابر، وعواد أمان. خطوة ذكية، يعطي الشباب فرصة ويرفع جودة التمرين، وفي نفس الوقت يحافظ على جاهزية الأساسيين، خصوصاً أن فرض تدريب استرجاعي للاعبين اللي شاركوا قدام النجمة بعد الفوز 5-0 في الجولة المؤجلة. واضح أن المدرب يشتغل بعقلية إدارة جهد. الأساسيين يسترجعون طاقتهم، والشباب يعوضون في الحصة التدريبية، والكل جاهز قبل فتح ملف مباراة الفيحاء في الجولة 24 على ملعب المجمعة. اللي يعجبني إن الفريق ماشي بخطة واضحة: صدارة، دفاع قوي، تدوير ذكي، وتصعيد شباب. لكن مثل ما قال الغامدي، العبرة بالجولات الجاية. إذا النصر طلع منها بالعلامة الكاملة تقريبا، بيحط نفسه في موقع قوي جدا للحسم، وأي فقدان نقاط ممكن يعيد الأهلي أو الهلال للصورة بقوة. الفارق بسيط جدا وما فيه مجال للاسترخاء. الخلاصة يا ناصر، الشرط واضح: تركيز، نقاط كاملة قد ما تقدر في ال5 جولات الجاية، وعدم الانشغال بكلام التتويج بدري. إذا العالم يتعامل مع كل مباراة كأنها نهائي، ومع الإدارة الفنية الحالية، الحلم ممكن يتحول لواقع. لكن الملعب هو الفيصل. في الختام، اذكروا الله وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسون دعم قناتكم شبكة النصر 24. لايك، اشتراك وانتساب. دعمكم هو اللي يخلي صوت العالم عالي ويقوي دفاعنا عن النصر. احنا مع النصر في كل وقت، نقول الحقيقة وما نخاف إلا من الله. العالم كبير بجماهيره، ونلتقيكم قريب بإذن الله.